مرحبا أصدقائي، اليوم رح ساوي لكم أكلة كتير طيبة والكل بيحبها اللي هي شاورما. طبعا الشاورما شغلة صعب وكذا بالمحلات بدها سيخ وهالقصص، بس أنا اليوم رح ساوي لكم إياها بالبيت وبطريقة سهلة وبسيطة وما بتحتاج كتير شغلات. عندي هون 3 قطع صدر دجاج، عندي قطعة فليفلة حمراء حلوة، طبعا فيكم تحطوا حدة كمان، وهون عندي حبة بصلة قطعتها شرائح، وقطعة زبدة صغيرة للنكهة بما انه صدر الدجاج ما فيه دهن، وهون زيت نباتي شوي صغيرة. بالنسبة للبهارات، اللي ما عنده بهارات شاورما فيه يحط انواع البهارات اللي بيحبها، وطبعا ما بيأثر. في عندي هون فلفل اسود، في عندي ملح، كزبرة، فليفلة حمراء ناعمة، وعندي كركم لحتى يعطي لون ونكهة كتير حلوين. انا هون عندي بهارات شاورما جاهزة، بس حبيت فرجيكم كمان انه ما انكم مجبورين تجيبوا بهارات خاصة للشاورما. بنتابع سوا الطريقة. اول شي راح نحط صدر الدجاج على الغاز، بنخلي صدر الدجاج يستوي لحاله منيح. بس استوى وقتها بضيف الزبدة والزيت والبصل والفليفلة، لأنه أول شي بدي الصدر يستوي كتير منيح، بعدين بضيف له المكونات التانية لحتى تضل مثل ما بيقولوا صاغ، يعني ما كتير تدوب. هلا أصدقائي، بعد ما شوي استوى الدجاج صدر الدجاج رح نضيف الزبدة والزيت بس تذوب الزبدة شوي، بنضيف البصل أصدقائي. بعد ما ضفنا الزيت والسمنة والزبدة دابت مثل ما حكينا، نضيف الفليفلة الحمراء والبصل مقطع شرحات بنحرك نضل عم نحرك شوي لحتى منضعف الغاز ومنسكر على الدجاج. بعدين بنضيف البهارات. لهيك هلا انطرونا بالمرحلة اللي جاي. وهلا أصدقائي، بعد ما استوى الدجاج وتحمر أخذ هالتحميرة الطيبة، رح ضيف البهارات. طبعا أنا ليش ضفت البهارات آخر شي؟ لحتى طعمة البهارات تضل فيها. وأنا رح كون مع الأشخاص اللي ما عندهم بهارات الشاورما، رح تساوي ببهارات عادية لحتى أفرجيكم إنه حتى بدون بهارات الشاورما رح تطلع كتير طيبة. رح أضيف الفلفل الأسود، هلا بعد الفلفل الاسود رح اضيف الكزبره. انا كتير بحب طعمه الكزبره بالاكل، طبعا هي خياريه هالشغله. فيكم تحطوا كمون، بس بحس انه الكمون ما له داعي. الكركم اهم شيء لحتى يعطي هذا اللون الاصفر الطيب. وما ننسى الملح اللي هو الشيء الاساسي للاكلات بشكل عام. الفليفلة الحمراء الحادة راح احط شوي منها بس لحتى تعطي نكهة، انه شيء بيني لحتى ما تصير حادة، بما انه في طفلة رح تاكل معنا. ومنحرك شوي ومنشيلها عن الغاز لحتى ما تحمر زيادة. انا بس بدي اياها تاخد لون الكاري، هيك طعمة البهارات بتضل بالاكل.
خلونا ننتقل سوا لمرحلة لف الساندويش، واللي هي مرحلة كتير بسيطة. أصدقائي هيك شاورمتنا صارت جاهزة. أنا رح فضيها بصحن لحتى استخدم نفس المقلاية لحتى نشوي سوا الساندويش. رح خلي الزيتات تبعوتها والبهارات يعني فيها، ما رح انه ننظفها على الآخر. لمرحلة شوي الساندويش رح نستخدم زيت الزيتون حتى تعطي هيك نكهة طيبة كمان. أول شي رح حط مايونيز لعشاق المايونيز، وفي عندي هون خردل، بما انه حد يعني طعمته هيك بتحسوها بتلدغ اللسان ما رح نكتر. في عندي هون مايونيز بطعم الافوكادو، رح كمان نحط شوي بس للنكهة. والشيء الاساسي اللي هو الكاتشب لكل، ورح نحط الشاورما. طبعا هي اسمها شاورما بس نحن عملناها بطريقتنا الخاصة، ومنلف الساندويش من تحت بحيث انه ما وقت تحطوها بالمقلاية ما يطلع منها ما تكب. وهلا بنصفتهم هون بالمقلاية. نرجع نفس العملية، مايونيز، خردل طبعا شوي لانه كتير طعمته حادة، وعندي مايونيز بزيت الافوكادو او بطعم الافوكادو. فيكم تحطوا اللي بدكم اياه من هالصوص والهي اللي انتو شو بتحبوا فيكم تحطوا. أصدقائي وهيك بعد ما حمصت السندويشات بالمقلاية، طبعا أول شي استخدمت الزيت اللي بقى من الشاورما، بعدين استخدمت زيت الزيتون لحتى يعطي نكهة طيبة. وهيك حمصت السندويش من الجهتين، من هالجهة ومن هالجهة كمان. شوفوا قديش طيبة وشاربة الزيت اللي كان بالمقلاية. وما في أطيب من صحن التبولة جنب الشاورما اللي بيعطي شوي بتخفف عن المعدة، وفيكم تشربوا كولا أو أي عصير بدكم إياه. بتمنى أنكم تكونوا حبيتوا وصفتي، وبتمنى أنكم تشاركوها كمان وتعملوا وتكتبوا لي بالتعليقات إذا حبيتوها أو لا، وشو ما حبيتوا، إذا عجبتكم البهارات أو ما عجبتكم. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، اللي ما هو مشترك يشترك، وكمان فيكم تعملوا شير للفيديو، ولا تنسوا الجرس لحتى يجيكم كل شي. صحة وعافية وباي.